السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي ترقدي الفرخة وتطلع لي وتنام على البيض وتطلع لك كتاكيت بإذن الله وتفقس ما تخسرش حاجة. اول حاجة الجماعة اللي يقولوا لكم او الناس اللي تقول لكم اي فرخة تلاقي حبة بيض احبسيها عليهم وهي هتطلع والدنيا تبقى تمام، ده كلام فاضي. ما حدش يصدق الكلام ده يا جماعة. حتى لو حبستي الفرخة على البيض، اول ما هتفتحي الباب هتبص تلاقي الفرخة بتجري لبره وتسيب البيض. طالما سابته نص ساعة كده البيض باظ، مش هينفع يفقس ولا هينفع انها ترقد عليه تاني، وهي اساسا مش هترقد طالما هي ما نايماش بمزاجها كده، مش هتنام على البيض. اول حاجة يا جماعة عشان تنيمي فرخة لازم يكون في حاجات تبين لك ان الفرخة دي عايزة تنام على البيض. اول حاجة تلاقوها بتعمل صوت. انا هعرف لكم الصوت دلوقتي هتسمعوه اول ما اقرب بالتليفون. الصوت ده هو الصوت اللي يبين لك ان الفرخة دي عايزة تنام على البيض. واخدين بالكم؟ ده الصوت ده بيدل ان الفرخة دي هتنام على البيض وهتفقسه بإذن الله. دي اول حاجة. تاني حاجة لازم تلاقيها اول ما تلاقي بيضة ولا تلاقي حاجة جوه البتاع اللي بيبيضوا فيها دي، تلاقيها تنام عليها وما تقدريش تطلعيها الا بالعافية. كل ما تخرجيها تلاقيها بتدخل تاني وبتزق البيض كده تحتيها، معنى كده ان هي عايزة ترقد وتطلع بإذن الله البيض ده. دي تاني حاجة. تالت حاجة يا جماعة هي بتقعد 19 يوم لحد ما تفقس. رابع حاجة لما بتدخل تنام على البيض هي ما بتطلعش، يعني تاكل ولا تشرب، يعني بنسبة 20% كده تطلع تاكل ولما تجوع خالص، لكن غير كده تلاقيها دايما نايمة نايمة تحت الفراخ، تحت البيض اللي انت حطيتيه تحتيها. اول حاجة عشان ترقدي بيض تحت الفرخة لازم تاخدي البيض ده من الفراخ، يكون عندك ديك الاول وسط الفراخ بتوعك. بعد كده تاخدي البيض ده وتعينيه في علبة بعيد عن التلاجة. ما تحطيش البيض ده جوه التلاجة، طالما اتحط جوه التلاجة يبقى كده التخصيب بتاعه باظ. دي اول حاجة. تاني حاجة انت هتعينيهم في علبة ولا في طبق وتغطيهم كويس تدفية كده خفيفة لحد ما تكمليهم 10 او 15 بيضة. تالت حاجة انك انت تجيبي البيض ده بس هتعلميه بقى بقلم ولا بأي حاجة. ليه؟ عشان لو لا قدر الله في فرخة دخلت جنبيهم وباضت البيضة اللي مش متعلمة، هنعرف ان الفرخة الجديدة هي اللي بيضاها، هنضطر ان احنا ناخد البيضة دي لانها كده كده هتبوظ لو قعدت تحت الفرخة. رابع حاجة يا جماعة ان احنا برضو نعاين الفرخة دي كل يوم. لازم نبص كده لو في بيضة ولا حاجة ظاهرة تحتيها، احنا بنحاول كده بايدينا ندخلها تحت الفرخة. انا على فكرة حاولت ادخل ايدي ازقها تحتيها عضتني، منقرها شديد الصراحة. زي ما انتم شايفين كده طالما هي نامت على البيض مش هتستحمل اي فرخة ولا اي حد يحط ايده عند البيض اللي هي نايمة عليه ده. لو اي حد حط ايده، بصوا لو ملاحظين هتبصوا تلاقيها ممكن تعور اللي قدامها بمنقارها. بالطريقة دي بإذن الله كده هي دي الطريقة الصحيحة اللي تنيمي بيها الفرخة. غير كده تبقى انت بتهدري بيض على الفاضي وبتحطي بيض على الفاضي تحتيها. عشان كده لازم تتبعي التعليمات اللي قلنا عليها والحاجات اللي قلنا عليها عشان بإذن الله ربنا يعشيكي فيهم ويخرجوا بإذن الله كتاكيت كده تكون كويسة. وبالطريقة دي مش هتشتري كتاكيت من بره ولا هتشتري أي حاجة. بس في معلومة لازم أقولك عليها، الفرخة أول ما هتبيض هتخس، وطالما هتخس يبقى هي مش هتبيض كده، وهتقعد بعد ما تطلع الفراخ هتقعد شهر واتنين مش هتبيض إلا بعد ما تسترد صحتها بمعنى صح. وبكده يا جماعة يا ريت أكون فدتكم ولو بحاجة بسيطة. وبكده نكون خلصنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.